مشاكلك الشخصية لو عرفها حد تالت بتكون بتفتح بيها أبواب الخراب، أبواب الخراب اللي ملوش نهاية. لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أنا منى، عندي 24 سنة، بنت وحيدة على 3 صبيان. اتربيت على الدلع من كل اللي حواليا، اخواتي وامي ووالدي كلهم كانوا بيحبوني ومحدش فيهم كان بيزعلني. كنت متدلعة وكل حاجة بس بالأصول، والحمد لله دخلت الجامعة. وفي يوم رجعت لقيت أمي بتقولي في شاب جارنا شافك وعجبتيه وهو صاحب أخوكي. أخدت الموضوع بهزار وقلت لها هو يا أمي لسه حد بيتجوز جواز الصالونات ده؟ قالت لي انتي مش هتخسري حاجة، أخوكي بيشكر في أخلاقه وبيقول شاب عارف ربنا وعنده عزة نفس وبيكافح عشان يبني نفسه بنفسه ورافض ان ابوه يساعده، وبيقول له كفاية عليك يا بابا انك ربتني وعلمتني، انا هتحمل مسؤولية نفسي وابدأ واحدة واحدة وان شاء الله ربنا هيكرمني. رديت عليها وقلت لها طيب انا ازاي مش هخسر حاجة، انا هتعب معاه جدا. قالت لي كل حاجة في الأول بتبقى صعبة يا بنتي وبعد كده ربنا بيدبرها من عنده، المهم انك تاخدي راجل، واحنا سألنا عليه كتير كله بيحلف بأخلاقه وأدبه. قلت لها وايه اللي المفروض اعمله دلوقتي؟ قالت لي هو والدته عاوزين ميعاد تقعدوا سوا وتاخدوا وقتك وتفكري، محدش هيغصبك على حاجة يا حبيبتي. رديت عليها وانا بقول لها بعدم اقتناع ماشي يا ماما، انا موافقة قبله واشوف بعد كده هعمل ايه ان شاء الله. فرحت امي وبعدها بكام يوم جه تامر ومعاه والدته، وفعلا دخلت سلمت عليهم. بس في حاجة غريبة اول ما شفته حسيت ان قلبي اتخطف، بس كنت بكدب نفسي واقول ده بس احراج من الموقف. المهم قعدت معاه وكنت حاطة في دماغي اني يا دوب هسلم واستأذن واخرج، بس لقيت نفسي قاعدة بسمع له باهتمام جامد وامي ملاحظة ده. وفضل تامر يحكي لي ازاي شافني وقد ايه هو مغرم بيا وبيتمنى من ربنا ان احنا نكون لبعض. والصدمة ان لقيت نفسي فرحانة بكلامه، بس مش نطقت ولا كلمة، كنت بسمع وبس. وقال لي كل ظروفه وانه هيعتمد على ربنا ثم على نفسه، وان ان شاء الله هيوصل للي هو عاوزه. فرحت بيه وخرجت والكل كان ملاحظ عليا الفرحة، بس قلت افكر برضو. اخويا دخل عليا اوضتي وقال لي بهدوء انتي اختي الوحيدة وحبيبتي وانا بتمنى لك الخير، ولو انا شايف تامر في حاجة مش كويسة ما كنتش هسمح له انه يدخل البيت ولا يقعد معاكي لحظة، ودي مجرد نصيحة، اما قرارك فهو من نفسك محدش هيتدخل. لقيتني برد عليه وبقوله انا موافقة. فرح قوي واتصل على تامر وفتح السبيكر وقال له مبروك. قال له بفرحة بجد يا صاحبي؟ حسيت ان تامر هينط من التليفون من فرحته. والحمد لله اتخطبنا، صحيح جاب لي شبكة بسيطة بس كنت راضية جدا وفرحانة. والحمد لله حددنا ميعاد الفرح، وامي قالت تعزم قرايبنا وخالتي، وقالت لي ان بنت خالتي مسافرة مع جوزها بقالها شهور فطلبت مني ان اعزمها بالتليفون. وفعلا كلمتها وعزمتها، فقالت انها هتيجي هي وجوزها، وطبعا هيقعدوا كام يوم معانا لانها متجوزة خارج المحافظة، ولان خطوبتي كانت معمولة على الضيق فهي ما كانتش حضرت الخطوبة. وجت بنت خالتي هي وجوزها وقعدنا يوم الحنة نعمل كل حاجة مع بعض وكنا فرحانين جدا. وجي ميعاد الكوافير جت معايا برضو، بس وانا خارجة من الكوافير تامر جه ياخدني، والصدمة من الايد بنت خالتي ظهر على وشها غضب جامد اول ما شافت تامر. بس طبعا الفرح والمعازيم والناس ما ادونيش الفرصة ان اسألها مالك، وخلصت الحنة واتفاجئت ببنت خالتي بتسألني باهتمام عن تامر وعن الحاجات اللي جابها لي طول فترة الخطوبة. افتكرت انها بتسألني سؤال عادي وانا معرفش هي بتدبر لايه. ردت وقالت لي بعد ما قلت لها على الهدايا اللي جابها لي دي حاجات بسيطة، في اغلى واحلى من كده، شكله كده مش مقدر قيمتك بصراحة. كلامها زعلني بس ما حطتوش في دماغي،
يمكن لاني ما كنتش عايزة اي حاجة تزعلني في الوقت ده. وعدى الفرح على خير وكنت سعيدة، بس الفرحة ما طولتش. بعد ما اتجوزت بقت بنت خالتي على طول على اتصال دايم بيا، ومع ان علاقتنا كانت سطحية جدا طول العمر، بس فجأة بقيت حبيبتها، وبقت ما تقدرش تنام غير لما تطمن على أخباري. بصراحة بقيت فرحانة بيها، وقلت احنا من سن بعض. وكمان تامر طول اليوم في الشغل وانا ببقى لوحدي، وشوية شوية ابتدت تسألني على المصروف اللي باخده من جوزي. فرديت عليها بإحراج وقلت لها باخد مبلغ قليل شوية عشان تامر لسه بيأسس شركة مع صاحبه ومحتاج كل مليم، فأنا بمشي على قدي عشان ما زنقش عليه. ردت عليا وقالت لي ازاي يا بنتي بتفكري بالطريقة دي؟ صدقيني انت كده مش هتخليه يعرف قيمتك. مش كفاية هدايا الخطوبة اللي ما تذكرش، هتخليه يتعود على كده كمان بعد الجواز. رديت عليها وقلت لها لا، هو بيقول لي تحت امرك اي حاجة، بس انا بتحرج وباخد مبلغ قليل. قفلت معاها، بس لقيت كلامها اثر فيا جدا، وبقيت عيط طول الوقت لدرجة ان تامر لاحظ عليا كده. فقعد معايا وسألني مالي. هنا قررت اقوله على اللي بيحصل معايا وكلام بنت خالتي. سمعني للاخر ورد عليا بمنتهى الهدوء. هو انا بعمل كل ده عشان مين؟ مش عشانك انتي وبنتك يا حبيبتي، انا كل اللي بملكه ملكك، اصرفي واشتري كل اللي انتي عاوزاه. رديت عليه وقلت له بس ازاي وانا شايفاك شغال ليل نهار عشان تحقق حلمك؟ رد عليا وقال لي خليها على الله، انتي مالكيش ذنب تحرمي نفسك من حاجة، ان شاء الله ربنا هيقدرني واجيب لك كل طلباتك. بصراحة كلامه ريحني جدا، ونسيت كل كلام بنت خالتي وعشت عادي. بس بعد اسبوعين لقيتها بتكلمني تاني، وكالعادة بتطمن على اخباري. فرديت عليها وقلت لها اني بخير، وحكيت لها كل اللي تامر قاله، وقلت هتفرح لي. بس لقيتها بتقولي هو بس لما حس انك فهمتيه قام قالك كده. وبرضه كلامها خلاني عملت مشاكل مع جوزي، لحد ما اتخنق وقال لي بلاش تكلمي بنت خالتك دي تاني علشان نقدر نكمل مع بعض. بس انا خلاص ما بقيتش اسمع غير ليها، وهي كل شوية تكلمني وتقولي ده جوزي جاب لي كذا وكذا، جوزي عمل لي، جوزي قال لي، وانا من غير تفكير اعمل مشاكل معاه، وهو صابر علشان بنتي اللي كان بيموت فيها. ومن كتر زنها عليا اخدت بنتي ورحت لامي واخواتي، قعدت هناك كام يوم وحكيت لهم اللي حصل. امي اتصدمت وقالت لي انتي ازاي تحكي كل اللي بيحصل بينك وبين جوزك لاي حد ايا كان هو مين؟ ثم اني مش شايفه ان جوزك غلطان خالص. رد اخويا وقال لي انا هاخدك واروح له ونسمع منه هو كمان. وفعلا رحنا لجوزي اللي استقبل اخويا احسن استقبال، واول ما شافني معاه قال لي وحشتيني يا حبيبتي، خشي اعملي لنا غدا عشان اخوك ياكل معانا. كنت متوقعه انه هيكون متضايق مني او هيحكي لاخويا على اللي عملته، بس اللي صدمني ان تامر ما نطقش ولا كلمه، وفضل يغير في الموضوع ويهزر مع اخويا ومع البنت، والامور كانت عاديه. وانا متغاظه منه، يعني بعدي عنه كام يوم مش مقصر معاه ولا زعلان؟ طب ازاي؟ شويه واخويا خرج، بس كان زعلان مني جدا. كان زعلان مني لانه اتأكد ان جوزي مش عايز يكبر المشاكل، بدليل انه حتى ما حاولش يقول لاخويا اي حاجة. وكالعادة ما قدرتش ابعد عنها ولا عن مكالماتها اللي انا واثقة انها هتحرق دمي. كلمتها وحكيت لها الجديد في الموضوع، فقالت لي عرفتي انه عاوز يعرفك ان اللي عملتيه مش فارق معاه؟ كنت بغلي من الغضب وانا حاسة اني مش عارفة اخد منه حق ولا باطل. وعدت شهور والمشاكل بتزيد، وهو شوية يتعصب وشوية يسكت، لحد آخر مشكلة بينا قال لي كلمتين ما كنتش فاهمة ساعتها هو يقصد ايه، بس دلوقتي فهمت قال لي ايه. انا صابر على كل حاجة عشان بحبك، وثانيا عشان خاطر بنتي، بس ما تزعليش مني لو خلص صبري وطاقتي نفذت. كان ردي عليه قاسي قوي لما قلت له اعمل اللي انت عاوزه. وبعد شوية بنت خالتي كلمتني وقالت لي سيبك منه ومن زعله، المهم انه يزود لك المصروف شوية. قلت له انا عاوزة مصروف زيادة. قال لي والله مش هقدر، خصوصا في الوقت الحالي،
اصبري بس كام شهر، هخلص الشركة بتاعتها وانا هديك اللي انت عايزاه وبزيادة كمان. انت كل شوية تتحجج بحجة شكل. انا قرفت من العيشة دي ومن حججك، طلقني وكل واحد يروح لطريقه. بصلي بصدمة وقال لي بتماسك: خدي وقتك وفكري وانا تحت امرك. اخدت بنتي ورحت بيت اهلي اللي هم رافضين الطلاق، بس مفيش في ايديهم حاجة. وبعد كام يوم رنيت عليه وقلت له انا مصرة على رأيي وعايزة اتطلق. وفعلا تم الطلاق، وفرحت اني اتحررت من الفقر وهعيش حياتي واجيب كل اللي نفسي فيه. وكلمت بنت خالتي اني اروح اغير جو عندها كام يوم، وفعلا رحت. وكانت صدمتي لما شفت حياتها كانت ازاي، واكتشفت ان كل اللي كانت بتحكي عليه في التليفون ومعاملة جوزها ليها كان كذبة كبيرة قوي. واتصدمت لما شفت بعيني ان جوزها بيعملها اسوأ معاملة، وكان بيمد ايده عليها كل ما يتخانقوا، ومش فارق معاه ان حد من اهلها في البيت. سألتها بصدمة: هو ده الانسان اللي كنت بتحكي لي عنه؟ امال ايه الكلام اللي كنت بتقوله لي بالليل وبالنهار ده؟ لقيتها ردت عليا ببرود وقالت لي: وانا مالي، انا كنت بنصحك، بس هو انا كنت قلتلك اتطلقي؟ وقلت لها بدموع: انت كنت محسساني اني عايشة مع متسول او شحات، وانا كنت بحب جوزي، انت اللي كرهتيني فيه وفي عيشتي. ردت عليا بكل برود وقالت لي: جوزك ده كان حب عمري، بس ما كانش بيفكر حتى مجرد التفكير انه يشوفني. وانا ياما حاولت الفت نظره قبل الجواز، بس كان بيعمل نفسه مش هنا، وهو السبب اني وقعت في الجوازة دي ودمر حياتي، وكده حياته اتدمرت زي ما دمرني. اتصدمت من كلامها وما بقتش قادرة انطق بحرف. اخدت بنتي ورجعت البيت منهارة، وبعد إلحاح من أهلي حكيت لهم اللي حصل، وقلت لهم يتصرفوا ويرجعوني لجوزي، بس كله بعد عني وقالولي: خلاص انت خربتي بيتك. اتكسرت وانا بفتكر اللي فات، واني ضيعت شخص زي تامر من ايدي. فضلت ارن عليه وهو كان ما بيردش. حالتي النفسية بقت في النازل، وفي يوم اتحايلت على اخويا يقعدني بس معاه شوية، وبعد عذاب اخويا وافق. وفعلا رحت لتامر وحكيت له اللي حصل، وقلت له بدموع: انا فهمت الدرس بس متأخر قوي. وسألته بدموع: بس انت ليه ما قلتليش انها كانت بتحبك؟ ابتسم وقال لي بوجع: في حاجات ما ينفعش تتقال، لاننا بكده هنكون بنفتح في حاجات اتقفلت، وفتحها هيسبب جرح لصاحبها. صحيح انها عينيها كانت عليا، ولما اتجوزت قلت اكيد ربنا هداها لنفسها، بس اللي يفيد الموضوع ده وملخصه انك انت اللي اديتيها الفرصة انها تتدخل في حياتنا، وانت اللي كنت السبب في انها توصلك للحالة دي، لانك فتشت اسرار بيتك ليها. ووقف وقال لي بثبات عجيب: فقتي بس بعد فوات الاوان، خلاص كل شيء انتهى. بكيت بصدمة وانا بقوله بتوسل: اديني فرصة واحدة اصلح كل اللي فات عشان خاطر روان بنتك، اديني بس فرصة. سكوته كان معناه ان مفيش امل. خرجت مع اخويا وانا مش قادرة استوعب اللي بيحصل. اغمى عليا وما حسيتش باي حاجة الا لما فقت ولقيت نفسي في اوضتنا واخويا وتامر جنبي. عرفت ان الدكتور اللي جابوه يكشف عليا قال لهم اني حامل. بصيت له وهو واقف بمسافة وترجيته بدموع: عشان خاطري يا تامر تردني، لو مش عشاني فعشان اللي في بطني ملوش ذنب، ملوش ذنب يكبر بعيد عنك وعني. ربنا بعتلي الخبر ده بالتوقيت ده عشان يديني آخر فرصة أصلح اللي اتكسر. وفعلا تامر ردني ورجعت أعيش معاه بحب ورضا، بس الدرس اللي خدته كان صعب. والغريبة ان بنت خالتي رجعت عشان تكلمني تاني، بس انا عملت لها بلوك من كل حاجة واولها حياتي الشخصية. القرار ده كان صح بس متأخر. اوعى تدخل حد في حياتك ومشاكلك الشخصية. لو فاكر ان مشاكلك هتتحل فانت بتضحك على نفسك. حاول تكون كتوم بأمور حياتك الخاصة بيك وبشريك حياتك، ومع الوقت المصاعب بتتحل.